في الفيديو ده هكلمك على 5 وظائف ممكن تشتغلهم في أمريكا وبدون شهادة جامعية، ثانوية عامة كفاية قوي، وتكسب لك 50,000 60,000 70,000 أنت وشطارتك. والأفكار دي أنا مش مخترعها، دي موجودة حوالينا، بس كتير مننا كعرب لما بيجي محدش بيقوله عليها. فالفيديو ده هيكون مهم ليك جدا لأن ممكن يغير لك حياتك تماما. فلو أول مرة تشوفني، أنا فادي يوسف، عايش في أمريكا بقالي 12 سنة، وبحاول يعني في فيديوهاتي إن أنا أساعد الناس وأشرح طبيعة الحياة في أمريكا بتفاصيلها كلها. فلو أول مرة تشوفني ومهتم بالمحتوى بتاع أمريكا والحياة فيها والشغل وكل ده، اعمل سبسكرايب واتفرج على الفيديوهات اللي هتتعرض، لأن ممكن فكرة واحدة في فيديو تغير لك حياتك تماما. ومن غير مقدمات كتير خلينا نخش في أول وظيفة. أول شغلانة معانا النهاردة هي اسمها الفارماسي تكنيشن أو فني الصيدلية. الفني اللي بيشتغل في الصيدلية بيعمل إيه بقى عم الفني ده؟ هو كل شغلانته إن هو بيساعد الصيدلي في التعامل مع المرضى، الناس اللي بتجيلهم الصيدلية، ومع شركات التأمين. طبعا شركات التأمين اللي هي بتأمن على المرضى دول واللي بتدفع لهم ثمن الدواء أو حتى جزء صغير منه. طبعا ده بيختلف من بوليصة لبوليصة تأمين تاني. فتخيل معايا بقى إن الشخص ده هو الجندي المجهول اللي بيساعد في الصيدلية، يعبي الأدوية في علب، يحط الاستيكر عليها اللي عليها اسم المريض وعليها اسم الدواء والاكسبيريشن، يدبس له معاها كده شوية تعليمات وحاجات، ويحاسب العميل بتاع الصيدلية وشكرا على كده. ده بالنسبة للأدوية اللي هي محتاجة روشتة، دي لازم تروح للصيدلي ولازم هو اللي يديها لك، وبيبقى ليها علب كده مخصوص تبع الصيدلية دي. لكن بقى الحاجات اللي هي ملهاش روشتة دي بتبقى موجودة على الشيلفز، الرفوف بتاعت الصيدلية. فانت كفارماسي تكنيشن بتبقى من الحاجات المطلوبة منك ان انت ترص الحاجة، تتأكد الاكسبيريشن بتاع كل حاجة موجودة، في سعر اتغير، في اوفر اتعمل، في الكلام ده كله، انت اللي بتنظم الكلام ده كله. فهي شغلانة مش معقدة خالص، سهلة، محتاجة بس شوية انجليزي متوسط، مش هقول لك يعني واو. ومتوسط المرتبات بتاعتها تقريبا 42,000 دولار في السنة. ده طبعا بتختلف من ولايه لولايه، خلينا نتفق ان في ولايات ممكن تدي اكتر وولايات ممكن تدي اقل، لكن اللي بيدفعوه تقريبا على حسب CVS الموقع الرسمي بتاعهم بيقولوا ان هم بيكلموا من 16 دولار ل 24 دولار. فاحنا لو قلنا المتوسط مثلا 20 دولار، اعتقد 20 دولار كواحد لسه جاي امريكا معاه انجليزي متوسط، اعتقد دي شغلانه مناسبه هتكفيك ايجارك ومصاريفك وحاجتك. مش هيطلب منك بكالوريوس ولا شهاده جامعيه، لكن في بعض الولايات هيطلبوا منك ان انت يبقى معاك لايسنس مثلا، او ما يبقى معاك شهاده تعدي اختبار معين، زي فلوريدا مثلا، حاجه صغيره بتذاكرها، بتمتحن فيها، تعمل تدريب في الصيدليه، شويه حاجات كده يعني. هي بتختلف من مكان لمكان. في كولورادو مثلا مش محتاجين اللايسنس دي او الدراسه دي. فاللي انا بعمله لك دلوقتي ان انا بس بدي لك اول الخيط بتاع الشغلانه. الفكره دي لو عجباك خش بقى على الولايه اللي انت حابب ان انت تعيش فيها، وشوف كل الريكوايرمنتس بقى او المتطلبات. طالبين ايه؟ السن 18 سنه فيما فوق، طالبين دراسه او تدريب او عدد ساعات تدريب او اي حاجه، انت بقى ونصيبك على حسب الولايه اللي انت بتختارها. لو عجبتك خش دور عليها، لو ما عجبتكش خليك معايا هقولك على 4 شغلانات تانيين. تاني بقى شغلانه معانا النهارده هي البروبرتي ابريزر. ايه البروبرتي ابريزر ده واحد بيقيم العقارات، يعني زي معاين بالظبط. ده بيبقى شغال في بنك او شركه مورجج اللي هي بتاعت الرهن العقاري، بيجي له اوردر ان هو يروح عنوان معين، بيروح يبتدي يعاين، ياخد صور للمكان، يراجع شويه بيانات عشان يتاكد مين المالك بتاع البيت ده، وهل هو فعلا اللي عرضه للبيع ولا واحد تاني، البيت حلو فيه رخام وفيه حاجات قيمه ولا لا، يقعد يكتبها. ما بنتكلمش طبعا على العفش والكلام ده، انا بتكلم على البيت نفسه، الحيطان والارضيات والسقف. ويدرس برضو البيوت اللي حوالين المكان ده، سعر الارض كام في المنطقه، لو في بيوت اتباعت بنفس المقاس وقريبه من المواصفات بتاعه البيت ده اتباعت بكام، عشان يعرف القيمه السوقيه دلوقتي للبيت ده، ويكتب تقريره ويدير البنك او الشركه اللي بيتعامل معاها. وبناء على كده بيتفقوا على السعر النهائي للبيت ده قبل ما يبتدوا ياخدوا القرض. هي دي شغلانتك. لو انت راجل بقى مش بتحب المكاتب وان انا افضل قاعد في مكان 4 حيطان محبوس، لا دي شغلانه بقى هتفضل بعربيتك تلف تروح هنا وتروح هنا، تعمل لك مثلا 4 5 معاينات في اليوم، واخر النهار بترجع تكتب التقارير بتاعتك وتسلمها للشركه وبس على كده. متوسط الراتب تقريبا حوالي 70,000 دولار في السنه قبل الضرايب طبعا. وبرده تاني بتختلف من ولايه لولايه، في ولايات ممكن تاخد اكتر، في ولايات ممكن تاخد اقل، غير خبرتك والشركه اللي انت بتشتغل فيها يعني. الموضوع بيختلف. وبرده تقدر تشتغلها بالثانويه العامه، معاك بكالوريوس خير وبركه. ممكن بقى تبقى محتاج تدريب على حسب ولايتك، محتاج رخصه، انت بقى دور وشوف الموضوع ده ماشي ازاي. الشغلانه اللي بعد كده بقى هي شبيهه قوي للبروبرتي ابريزر، وهي الهوم انسبكتور. من اول وهله كده تحس ان الهوم انسبكتور ده هو البروبرتي ابريزر. الغالبيه العظمى من الناس اللي بتشتري بيوت بتبقى محتاجه الهوم انسبكتور ده علشان يجي يعاين البيت ويفصصه حته حته، ويقول لهم هل في مشاكل موجوده هم مش شايفينها ولا لا. لان معظم السيلرز تقريبا بيبقوا موضبين البيت كويس قوي، كل حاجه بتبان ان هي بتلمع من بره، لكن ورا الحيطان بقى هتلاقي فيه مواسير بقى بتسرب ميه،
ممكن يبقى فيه مشكلة في التكييف كبيرة وانت مش عارف، ممكن يبقى فيه مشكلة في الأجهزة، في الأرضيات، في الكهرباء، وانت مش عارف لان انت مش خبير. لكن الهوم انسبكتور ده بقى هو الخبير اللي بيجي واللي انت بتعينه عشان يجي يبص لك على البيت اللي انت ناوي تشتريه. فبيخش في كل حتة في البيت وبيشيك على كل الأجهزة اللي موجودة، وبيطلع فوق الروف برضو يتأكد هل الروف هيستحمل ولا لا، ولا مع أول إعصار جاي هيطير في الهواء، وهل التكييف هيقدر يعيش كام سنة ولا كمان شهر ولا شهرين هيبوظ، والراجل اللي لسه يا دوبك شاري البيت يدفع له 12,000 ولا أكتر عشان يجيب تكييف. ففي معظم الحالات بيشتغل لصالح الباير اللي هو الراجل بيشتري البيت. بعد ما يمسك البيت حتة حتة ويصور كل جزء فيه، يكتب له تقرير ويقول له ان البيت ده فعلا يساوي ولا ما يساويش، ولو في حاجات محتاجة ان هي تتصلح يقول له عليهم. فالحاجات دي بقى يقدر يفكر فيها ويتفاوض مع الراجل اللي بيبيع البيت ويقول له البيت بتاعك المفروض ما يساويش نفس القيمة لان في حاجات محتاجة ان انا اصلحها على حسابي، يا اما انت تصلحها قبل ما نشتري البيت. فبيبقى دوره مهم جدا جدا لان شراء البيت هو اغلى سلعة انت بتشتريها في حياتك، فلازم تبقى متأكد قوي ان الفلوس اللي انت بتحطها فيه فعلا رايحة في المكان الصح. والمعاين ده بياخد له ما بين $350 لغاية $500 في المعاينة الواحدة، وممكن يعملوا اكتر من معاينة في اليوم. ممكن يبقى شغال تبع شركة، وممكن يبقى شغال لحسابه وعنده الشركة بتاعته هو، وعنده برضو العملاء بتوعه هو اللي دايما بيرشحوه لناس تانية كمان. الدخل بتاعها كويس جدا طول ما انت عندك علاقات. ممكن تروح في الاول تتدرب في الشركة او مع حد لغاية ما تشرب الشغلانة كويس، وبعد كده يبقى افتح انت البيزنس بتاعك. خش على الولاية اللي انت هتعيش فيها برضو ودور ايه المتطلبات اللي موجودة عشان اشتغل شغلانة زي دي. وبرضو لو مش عاجباك الشغلانة دي خليك معايا هقولك على شغلانتين تانيين. طيب ماشيين كويس لغاية دلوقتي؟ طبعا عارف ان في ناس كتير عارفة الكلام ده كويس قوي وحافظاه، لكن انا كلامي موجه للناس الجداد اللي هم لسه ما يعرفوش حاجة في امريكا. فبلاش بقى حد يقعد يقول لا ما احنا عارفين، انت جبت دليب من ديله، انت عارف برافو عليك، غيرك ما يعرفش. وهو ده اللي انا بوجه له الفيديو ده. فسيبونا نساعد الناس اللي مش عارفة ومحتاجة مساعدة، وبلاش نقعد نكسر في مقاديف بعض. الشغلانة الجاية هي ال HVAC technician اللي هو الفني بتاع التكييف والتبريد. فانت برضو لو واحد بتحب ان انت تبقى حر وتشتغل بايدك ومالكش قوي بقى في الشغل المكتبي والكلام ده، دي شغلانة مناسبة ليك جدا ومهمة جدا جدا جدا، ومستحيل حد يستغنى عنك ابدا. سواء عايش في حته حر زي تكساس وفلوريدا، دولت هيبوسوا ايدك عشان تيجي تصلح لهم تكييف دلوقتي، او في ولايه من الولايات البرد والتلج وكده برضو محتاجين لك جدا عشان التدفئه، يا اما هيتجمدوا ويموتوا. فانت راجل بالنسبه لهم زي الدكتور، ووجودك في حياتهم حياه او موت، لان محدش يقدر يعيش من غير تكييف في امريكا. انا بتكلم كمواطن من فلوريدا عايش بقالي 12 سنه هنا. التكييف بيشتغل 24 ساعه، بتظبطه على درجه حراره معينه بيفضل يشتغل وبيفصل لما بيوصل لها وخلاص، وبنفضل شغالين على كده. فالتكييف مش رفاهيه، درجه الحراره لما بتطلع لفوق والدنيا بتولع التكييف بالنسبه لنا مش اوبشن، ده بيبقى زي الميه والاكل كده. فشغلانه مطلوبه جدا جدا جدا، خصوصا لو انت ليك في الاجهزه والصيانه والكهرباء والحاجات دي. وحتى لو مالكش ونفسك تتعلم هتلاقي اللي يعلمك. ولو اتكلمنا على الرواتب بتاعتها انت بتتكلم ممكن في حدود $60,000. واحد هيقول لي لا يا عم دي شغلانات متعبه وبتاع، لا انا حابب الاوبر اللي انا بشتغله وبتاع. خلاص يا عم انت حر، خليك زي ما انت. بس لو مصمم برضو ان انت تكمل اوبر، فخليني اقول لك ان في اوبشنز تانية غير اوبر. لو انت عايز عربيه ان انت تسوقها وتروح من هنا لهنا، سواء توصل حد او توصل حاجه. طيب واحد هيجي يقول لي يا فادي انت كل الشغلانات اللي انت عمال تقول لنا عليها دي لناس يعني خلاص، هو واحد موظف خلص دراسته، لكن انا واحد لسه بدرس، انا بروح كليه، انا مش فاضي ان انا اروح اشتغل بتاع تكييف ولا بتاع. ده عايز ناس متفرغه يبقى عنده 8 9 ساعات في اليوم عشان يشتغل. لكن انا ببقى في الكليه، امتى هروح اتعلم واعمل الكلام ده؟ هقول لك طيب ماشي، انت عايز تشتغل ايه؟ هقول لك انا عايز ابقى حر نفسي، عندي محاضرات ما عنديش محاضرات، انا قدامي في اليوم كده بعد الظهر مثلا 4 5 ساعات ممكن اعمل فيهم حاجه. عندك حاجه ليا؟ هقول لك عينيا الاثنين، طلبك موجود. لو انت واحد مش عايز تشتغل اوبر او ليفت او ان انت توصل ناس، في اوبر ايتس ان انت ممكن توصل اكل. ده لو انت مش عايز تركب حد معاك في العربيه، او خايف مثلا حد ممكن يثبتك بسلاح او بتاع، او مثلا بنت اهلها بيخافوا عليها وقالوا لها اوعي تشتغلي اوبر وتوصلي ناس. فساعتها ممكن تعمل ايه؟ اول اختيار عندكم ان انتوا تشتغلوا اوبر ايتس، ان انا هوصل اكل، لا حد بيركب معايا في العربيه ولا حاجه، بيجي لي اوردر يقول لي المطعم فين، اروح المطعم اخد الاكل اوصله للراجل وشكرا على كده، وبتسيبه له على الباب، يعني مش لازم تشوفه. مش عايز اوبر ايتس، عندك دور داش نفس الفكره، عندك جراب هاب. غير دول برضو انت ممكن تروح تعمل شوبينج لحد، واحده ست كبيره قاعده في البيت ومش قادره تتحرك، او واحد راجل كبير وعيان، او واحد قاعد مكسل ومفرهد ومش عايز ينزل في الحر، فيروح داخل على الموبايل بتاعه بيختار سوبر ماركت معين جنبه، ويختار بقى المنتجات اللي عايز يحطها. عايز ميه ولبن وبيض ودقيق
وحضرتك او حضرتك اللي مطلوب منكم ان انتوا تروحوا للسوبر ماركت ده وتجيبوا الطلبات زي ما الراجل طالبها بالظبط. حاجه لقيتوها ناقصه مش ناقصه بتبعتوا له مسج على الابلكيشن ده وتقولوا له ده مش موجود وفي البديل بتاعه، نجيبه ولا لا، وتخلص وتروح على باب البيت وتحط له الحاجه على الباب، مش محتاج برضو تدخل حاجه. فبرضو دي هتبقى امن للبنات. وفي ناس كتيره بتعمل منها 20 وممكن $25. انت بقى وشطارتك فاتح كذا ابلكيشن في نفس الوقت، بتروح وتيجي بسرعه، قادر تلم الموضوع، هتقدر تستفيد بالاربع 5 ساعات اللي انت فاضي فيهم دول. فدي برضو فرصه حلوه للناس اللي بتدرس، تطلع قرشين كده تصرف بيهم على نفسك جنب الدراسه. او حتى لو مش جنب الدراسه، انت واحد عايز تزود دخلك وبالليل قاعد ما بتعملش اي حاجه، بدل ما تقعد تتفرج على التلفزيون انزل اعمل لك $200-300. او في الويك اند مش عايز دول ومش عايز تروح سوبر ماركت، عندك مثلا بتاعت امازون فليكس، بتروح للمستودعات بتاعت امازون، انت فاضي ساعتين 3 هيدولك بضاعه اللي تكفيك لمده ساعتين 3 اللي انت فاضي فيهم. هتروح برضو توصل الحاجه وبتاع، ومحدش لا هيشوفك ولا هيكلمك ولا حاجه. لو عجبتكم فكره ان احنا نتكلم على الشغل والفرص اللي ممكن نشتغلها وافكار جديده ممكن انت ما تكونش سمعت عنها، اكتب لي في التعليقات عايزين جزء تاني. ولو فعلت الجرس هتلاقي الاشعار بيجيلك لما الفيديو ينزل، فيبقى انت من اول الناس اللي شفته. عايز تعرف حاجه عن تجربتي في الشغل برضو اتفرج على الفيديو ده. سلام.